بعد فترة قصيرة من توليه تدريب الزمالك، أعلن النادي رسمياً رحيل المدير الفني يانيك فيريرا بالتراضي بعد تراجع النتائج وتذبذب الأداء. الجماهير فقدت الثقة، والإدارة شافت أن الفريق محتاج دماء جديدة تعيد الروح قبل استئناف المنافسات القادمة. المهمة حالياً في يد أحمد عبد الرؤوف كمدرب مؤقت، لكن العيون كلها على الاسم الجديد اللي هيقود الزمالك في المرحلة الجاية. ووفقاً للتقارير القائمة فيها أكثر من اسم قوي: باتريس كارتيرون اللي سبق وحقق بطولات مع الزمالك، جوزيه جوميز المدرب البرتغالي صاحب الفكر الهجومي، طارق مصطفى اللي قدم أداء مميز مع منتخبات شمال إفريقيا، وكمان في ترشيحات مصرية زي مؤمن سليمان. وفي مفاجأة، اسم الحسين عموتة المغربي موجود ضمن الاحتمالات. رحيل فيريرا فتح صفحة جديدة، لكن السؤال دلوقتي: مين الأنسب يقود الزمالك